السلام عليكم، يا اهلا بيكم. النهارده معايا كتاب التركيبات الصيدلانيه ومستحضرات التجميل. الكتاب ده الطبعه الاولى ليه، وبصراحه اول ما نزل انا حاولت بقدر الامكان ان انا اخد نسخه منه. الكتاب هو عباره عن مجموعه من التركيبات. طبعا هو اللي كاتبه الدكتور عماد الدين فوزي والدكتور حسام القصاص. وتعالوا كده مع بعض نستعرض الفهرس الكتاب. دي هنا المحاضرات الاولانيه دي كلها بتتكلم على بعض التعريفات، زي مثلا تعريفات التركيبات التجميليه والتركيبات الصيدلانيه، وبعد كده بيشرح على الريفرنس بتاعنا او المصادر التركيبات نفسها. وهنا بيتكلم على الادوات اللي ممكن نستخدمها. في محاضره بيتكلم لك على الكالكوليشن او الحسابات اللي ممكن تستخدمها في التركيبات، سواء تخفيف او تخفيفات للتركيز او تركيز للتخفيف، او النسبه المئويه او الحاجات دي تحسبها ازاي وتعرفها ازاي. هنا بيكلمك على اهم المواد اللي داخله في التركيبه، اي تركيبه انت ممكن تعملها يعني. كمان بيكلمك على هنا في دي على التاكسد والتزنخ، بيكلمك على البي اتش والمواد الحافظه وتاريخ الصلاحيه، بيكلمك على الشيل جيج زي الاديتا، وبيكلم على كمان المصدف، اللون، العطر. في هنا كمان كان بيتكلم على الحاجات اللي داخله في المنظفات، سواء منظفات كل بانواع المنظفات اللي انت ممكن تتخيلها. هو عاطيلك القاعده الاساسيه بتاعتها. فدي حاجه حلوه قوي بصراحه يعني. هنا كاتب لك اداه الشاور جيل هنا، وكاتب لك شامبو خالي من السلفيت، وتركيبه الشامبو، الشامبو القشره، والشامبو بار اللي هو الشامبو الصلب، وهنا تركيبه للصابون الجليسرين، وهنا تركيبه للغسولات بتاعه البشره. هنا تركيبه اللي هي الشراب السكري او المحلول السكري. انا ممكن بدخل في حاجات كتيره لشغلنا كصيادله يعني. كمان هنا بيتكلم دي تركيبه تعتبر تركيبه صيدلانيه، والتركيبه دي علشان حاجات لمعالجه الادمان. وهنا جل العملاق، هنا اللي هو زي الداوني والحاجات دي بتاع اللي بتدي معطر للملابس. هنا تركيبه زي تركيبه فرد الشعر والبروتين. كمان هنا عادي، ده طبعا الفهرس اهو على السريع. هنا الحاجات بتاعه الشعر بقى، في بلسم، الإيمالشن، الكريمات بتاعه الشعر واللوشن بتاع الشعر. في كمان هنا الاكواس كريم شرحها، المبيضات، هنا المزيلات العرق، وكمان روايح بقى بتاعت اللي هي البادي ميست والهير ميست والبادي سبلاش والحاجات دي كلها. وهنا كمان عادي تركيبات للجل، سواء كان جل في العموم، الجل العادي اللي هو بتاع السونار، وهنا الجل بتاع الشعر، وهنا زبدة اللي هي لما تعمل زي ما بنقول ايه، زبدة شيا ازاي تحولها لبطر، يعني حاجة بقى تنفع تستعمل يعني ويبنج بطر. في كمان اللي هي السيروم، دي عطيلك تركيبة السيروم مضاد للتجاعيد، والله كويس. عادي كمان هنا تركيبة فيزا لوك، دي حاجة خاصة بفارما لوك، برضو عطيلك المعلومات عنها. وهنا عطي السيروم بتاع الشعر، حشرات الشعر، تركيبة للبواسير، تركيبة لتساقط الشعر، تركيبة مضادة للمضمضة بتاعة التدخين. هنا عاتي اللي هي المرطبات بتاعة الشعر، عاتي هنا الاويلز، الزيوت والاستخراجات بتاعتها والخلاصات، وقاعد يفرق لك بين كل خلاصات والهيدروسولات والكلام ده، عاتيها بطريقة صوت مستفيضة قوي. وعجبني قوي السهولة في الكلام. اليوريا بتركيبتها، الجزء ده بقى اللي هو الفونو فورسز. بصوا بقى، هو ده حلو في ايه؟ ان هو دخل الشغل العملي في شغل التركيبات. هو عارفين انتوا التردد الحراري اللي بيبقى موجود في التركيبات في الشغل العلاج الطبيعي، او اللي هو شغل البشره اللي هو بيبقى بالكهرباء، او التردد الحراري، او الار اف، الحاجات اللي زي دي. بيقول لك ان ازاي تستخدم التركيبات اللي بتستخدم تحتها، يعني تحت شغلها، سواء كان مسكن للالام، او مثلا حاجات تدخل وتخترق البشره. فدي انا عجبني اصلا لانها نفعتني في شغلي. طبعا كمان الجزء اللي بعدها بتاع البيلينج ده برضو نفعني قوي 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 في شغلي انا شخصيا كالمركز عندي. هنا دي روشتات لأشهر دكاترة الجلدية، وكمان اختيار العبوة المناسبة للتركيبة واللاصق عليها كمان. طبعا هنا التسويق ازاي تسوق. وهنا في الاخر اللي هي الفورمولات او تركيبات اكسترا كده زي بونص كده. ده كده استعراض لفهرس الكتاب، ويلا بينا نفتح الكتاب من جوه ونشوف الكتاب عباره عن ايه. الكتاب هو عباره عن دوره متكامله من التركيبات الصيدلانيه ومستحضرات التجميل، وفي تركيبات متجربه وناجحه. ومش كده وبس، هو كمان بيقدم لك نصايح وحيل عشان تعالج الاخطاء اللي موجوده في التركيبات اللي بتقابلك. كمان احلى حاجه ان هو كمان بيقيس مستوى دراستك وفهمك للكتاب عن طريق اختبار
اختبارات كده موجودة. وبيقول لك ما تقلقش خالص، احنا عندنا كيتس صغيرة ممكن نديها لك علشان تجرب فيها. لو انا بقى بصراحة استعرضت احسن حاجات بتعجبني في الكتاب، فانا اللي عاجبني ان النظام اللي موجود في كل محاضرة بيقدمها. فكل محاضرة بأول حاجة بيقولك موضوع الدرس، وبيقولك الاهداف اللي انت عايز يوصلها لك من شرحه للمحاضرة دي، زي مثلا التزنخ والتأكسد، المواد اللي بتساعد على الحماية منها. فبيقولك انا هكلمك في النقاط المعينة كده، مفيش فرصة ان انت تتوه منه، ودي حاجة عجبتني قوي قوي. عجبني كمان السهولة واليسر في عرض الأفكار اللي موجودة في الكتاب. هوريكم حاجة كمان عجبتني في الكتاب، اللي هي الجداول المقارنات، ودي من أكتر حاجة بتخليك فاهم انت يعني دنيتك ايه، زي مثلا الفرق بين البي اتش، ورقة البي اتش وأجهزة البي اتش، يعني ايه تركيبة علاجية ويعني ايه تركيبة تجميلية. شوفوا بقى أحلى حاجة كمان، أنا مش عارفة بصراحة، حاجات كتيرة حلوة، الملحوظات اللي بيحطها لك ورا كل محاضرة. ملحوظات مهمة قوي، سواء كانت الملحوظات دي بتتكلم عن المادة نفسها أو على أخطاء ممكن تتعرض لها. الكتاب مش مجموعة من التركيبات وبس، لا ده هو قبل كل حاجة بيديك شرح تفصيلي للحاجة اللي انت هتشتغل فيها. يعني مثلا هشتغل على الجلد، فبيديلك طبقات الجلد ازاي تتعامل معاها. الجزء بتاع البيلينج ده من احلى الاجزاء اللي موجودة في الكتاب. طبعا عشان يكلمك على البيلينج او التقشير، بيكلمك على الجلد، انواعه، درجاته، الحاجات اللي هي انا شايفة ان يعني بصراحة السهولة واليسر فيه قوي. شايفين بقى الرسومات البيانية دي اللي موجودة، اللي هي بيوضح لك فيها بعض الشغل اللي موجود في الكتاب. هو معتمد كتير قوي على الرسومات البيانية. اللي انتوا شايفينه ده قدامكم دي روشتات الدكتور هاني الناظر، ومعاه اشهر الروشتات للتركيبات لدكاترة جلدية. لو بصينا هنا هنلاقي الروشته صورة بخط ايده، وبعدين كاتبها لك بطريقه واضحه، وبعدين بيعلق لك على التركيبه اذا كان فيها خطا او مناسبه، او تقدر تظل تصحح فيها ايه. هحاول كده استعرض معاكم جزء من محاضرة مهمة قوي وعجبتني، اللي هي الجزء اللي هو مضاد التجاعيد، سيرم مضاد التجاعيد. انا مش عارفة ده هي انتهاك لحقوق الناشر، ولكن هنحاول يعني ايه بقدر الامكان نلم بسرعة كده. يعني مثلا هو بيتكلم على الهيالورونيك، النسب بتاعته، الجزيئات سواء كبير او وسط، وبعدين فوائده، ازاي تبدله بحاجة مناسبة، ازاي تحط له المادة الحافظة، ازاي تعمل السيرم، طريقة التحضير بتاعة السيرم. انا عايزة اوريكم ازاي شغل المحاضرة ماشي ازاي في الكتاب بطريقة بصراحة يعني تحفة. الكتاب كمان عجبني ان الخط فيه واضح قوي، حلو قوي قوي قوي. التناسق الكلام ورا بعضه مناسب لان انت ما تبقاش حاسس بدوخة، او يعني انت ايه اللي بيحصل، ايه ده يعني، لا سلس الى حد ما. السلاسة دي حلوة في الكتب بالذات العلمية، بيجمع بين الإنجليزية والعربية، يعني اللغة الإنجليزية والعربية. فبرضو الدنيا مش تايهة قوي مننا، ممكن نقدر نتمكن منها. أنا عجبني كمان جزء الباركود مال الكتاب، سواء كان هتقدر بالباركود تحصل على مصادر انت عايزها. الباركود لو انت عايز تاخد معلومات إضافية عن الكتاب، عن اللي موجودة في الكتاب، الباركود ممكن تدخل على مواقع أجنبية. الباركود ممكن يدخلك على مواقع تبع الرابطة العربية لصيانة التركيبات. الباركود يعني مثلا لو في حاجه زي ما انتم شايفين الشكل ده، ده الباركود. فالباركود مشغلينه شغل عالي جوه الكتاب، وبصراحه حلو قوي الشغل ده. الكتاب كمان الرسومات فيه كتير والصور فيه كتير، بحيث ان هو يسهل لك الشغل بتاعك. انا شايفه ان الكتاب مش مجرد مجموعه من المحاضرات، هو كورس متكامل لاي حد عايز يشتغل في مجال التركيبات، سواء مبتدئ او عنده خبره عاليه. فهو حلو. انا شايفين انا هستعرض بسرعه كده الكتاب، يعني انا مش عارف، انا خايفه بصراحه ان انا نتعرض للمسائل القانونيه بسبب عرض الكتاب عشان حقوق النشر، ولكن انا شايفه ان هو فرصه كبيره جدا لاي حد عايز يحصل على معلومات مستفيضه، وفي نفس الوقت مركزه ومكثفه ومبسطه وسهله. فيا رب بقى الكتاب يعجبكم لما تيجي تشتروه وتدعوا لي دعوه حلوه. واشوفكم على خير، ومع السلامه.